إذن اليوم باش نتناولوا الموضوع متاعنا بالطبيعة القضية الفلسطينية. باش نحكيو معاك أستاذ نبيل عمرو، سياسي وقيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني الأسبق. مرحبا بك معنا. السؤال الأول هو حابين نسألوك كيف تفسر اندلاع الحرب في هذه المرحلة بالذات؟ يعني هذه جزء من سلسلة طويلة عبر التاريخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين. سببها المباشر والرئيسي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حصار قطاع غزة، احتلال الضفة، الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، المستوطنون الذين يعيثون في الأرض فسادا. وبالتالي عندما تكون هذه الحروب مستمرة ولا يوجد انسحاب إسرائيلي ولا تسوية سياسية معقولة، يجب توقع عمليات من هذا النوع، حروب من هذا النوع. هذه ليست الأولى على قطاع غزة، ربما تكون الخامسة أو السادسة بهذه الفترة. وفي الضفة الغربية احتلال دائم. هذا هو الوضع، وهذا هو التفسير الوحيد لما يحدث. هل تتوقع في ظل الوضع الحالي أن تقود حماس النضال الوطني الفلسطيني ليس فقط من الناحية العسكرية بل أيضا من الناحية السياسية؟ يقود النضال الوطني الفلسطيني إطار اسمه منظمة التحرير الفلسطينية، يعترف بها العالم كله، يعترف بها الشعب الفلسطيني، يجري التعامل معها من قبل الجميع. وبالتالي حماس جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الفلسطيني، وهي أساسا يجب أن تكون من مكونات منظمة التحرير. لا نريد تغيير المسار القيادي للشعب الفلسطيني، لأنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يحصل على اعتراف وحتى يحصل على مكانة في العالم. الجميع ملتزم بمنظمة التحرير كقائد أساسي إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية إن شاء الله. يعني بعد التغيرات الحاصلة في الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، هل تغيرت ملامح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ يعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا تتغير ملامحه. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ أن بدأ الاحتلال إلى يومنا هذا وهو يأخذ هذه الصفة. إذا نحن نقول، نحن من جانبنا كفلسطينيين نخوض حركة تحرر وطني فلسطيني تسعى إلى الحرية والاستقلال، والإسرائيليون يخوضون احتلالا عنصريا يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية وإذابة الشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية. والصراع مستمر على هذا الأساس ولن يتغير مضمون هذا الصراع، إنما بالإمكان أن يوضع حد له إذا ما تحقق للشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية التي يؤيدها العالم كله. ما أسميته أنت بالتطبيع الأكبر بين السعودية وإسرائيل، ما هي مآلات الممكنة لهذا الموضوع؟ هذا موضوع مؤجل الآن، مغلق ملفه بسبب العدوان الإسرائيلي والوحشية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وبالتالي بعد أن يستأنف يمكن أن نتحدث، إنما لا أعتقده في حكم المجمد ولا يمكن الحديث عنه كنتائج وكمسارات إلا عندما يعلن السعوديون أنهم بدأوا بالفعل العملية، أو يعلن أي طرف من الأطراف المتحاورة حول هذا الموضوع. الآن الأمور مجمدة ولا أعتقد أن هنالك إمكانية لأن تتحرك قبل أن تضع الحرب في غزة أوزارها. ما هو موقفك يعني من اتخاذ مصر الموقف قوي لإحباط فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة؟ هل يأتي هذا في إطار دفاعها عن أمنها القومي أم هو موقف قوي ومبدئي لمصالح الفلسطينيين؟ على الجهتين، يعني هو موقف، وأيضا أضيف له بعد ثالث، وهو أن الفلسطينيين أيضا في غير وارد قبول فكرة التهجير واللجوء الثاني للمرة الثانية. مصر تدافع عن حدودها، تدافع عن أراضيها، تدافع عن سيادتها، وهي ملتزمة أيضا بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومصالحهم. إذا نحن ومصر الآن في خندق واحد، ليس فقط ضد التهجير الذي نرفضه كليا نحن وهم، وإنما من أجل أن نتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين إن شاء الله. يعني احتمالات ما بعد حرب غزة أستاذ؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث في احتمالات ما دامت الحرب دائرة ولم تحسم نتائجها بعد. إنما نحن متأكدون كفلسطينيين من أنه لا حرب غزة ولا أي حرب يمكن أن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله الوطني من أجل نيل حقوقه. بعد حرب غزة سينتبه العالم أكثر إلى أنه دون حل جذري للقضية الفلسطينية سيظل الشرق الأوسط يعيش بين حرب وحرب أخرى إلى ما لا نهاية. العالم كله بدأ ينتبه لأن أصل المشكلة ليس غزة ولا الضفة ولا بعض الإجراءات المعينة، الأصل هو الاحتلال. عندما ينتهي هذا الاحتلال يمكن أن تنتهي الاضطرابات والحروب ويتوقف الحريق الذي يهدد بإشعال الشرق الأوسط كله بين وقت وآخر. شكرا أستاذ نبيل عمرو على هذه المعلومات القيمة. إن شاء الله تنتهي هذه القصة بإذن الله، ونترحم على كل الشهداء في غزة الحبيبة. شكرا أستاذ. شكرا لك. شكرا.